المشكله في الانقاذ. انت بتتكلم في الانقاذ. تعرف بحضرتك، لا، الحمد لله على مفيش سلامتك. اهمال الا في الاهمال. الحمد الناس لله على الجشعه السلامة، الحمد لله على مش سلامتك. مقدرينها اي ايه حاجه. اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ليه انت كنت في قارب النهارده والمركب غرق في وسط البحر؟ ايه اللي حصل؟ احكي لنا اللي حصل ايه. مفيش حاجة، المركب كان الموجة عادي اه، عدت فيها. هي كانت مركبة عادية ولا كان ايه بالظبط؟ كان قالب. قارب بمقداف. كان راكب فيه كام واحد؟ أزيد من 25. 25 واحد. كانوا راكبين ازاي دول؟ كمان كانوا راكبين ازاي؟ كنا واقفين مكناش اللي واقف واللي قاعد وكده يعني. مكانش حد قاعد أصلا. طب ايه اللي حصل بالظبط؟ ساعة المركب ما غرقت ايه اللي حصل؟ المركب كان بيدخل لها مية من تحت، وفجأة لقينا الموجة عالية امم والمية عدت فيها. لا، تعتقد ان سبب غرق المركب ده هو كثرة الحمولة اللي كانت عليه؟ الناس اللي كانت عليه؟ مشاكل. أكيد. امم طب عملتوا ايه ساعة ما ده حصل؟ معملناش كنا غرقانين في المية. امم في اللي مات. أنا أصلا معرفش جوزي فين أصلا دلوقتي. ان شاء الله هتلاقيه بخير ان شاء الله. طب كنتوا فين بالظبط؟ في البحر، في نص البحر في اوله يا عمي؟ لا، كنا قربنا على الشط. كنتوا على الشط؟ كنا مقربين عليه. امم الشط اللي ناحية سنديون ولا ناحية بيروت؟ ناحية السنجيون. يعني كان حوالي كام متر؟ ده 10 متر. 10 متر بس. امم طيب يعني احكي لنا ساعة الغرق المركب بالظبط عملت ايه؟ انت نفسك عملت ايه؟ مش حاجة، أنا وقعت على دماغي، اتخبطت وما حسيتش العمل كله. امم محسيتش ولا حاجة. طلعت ازاي؟ الناس شافونا، هما كانوا مستنيين المركب، اه. فجابوا قوالب تانية وجم خدونا. امم كلمته. طب حضرتك انت اساسا من فوق ولا من سنديون ولا منين؟ أنا مش من هنا، أنا من قرية تبع بلد تبع طنطا. طب كنت هنا ليه؟ متجوزة هنا. حضرتك متجوزة هنا فوق؟ في سنديون. سنديون. سبحان الله. طيب انت كان معاك حد ولا كنت لوحدك؟ أنا وجوزي اه. وحمات عمتي امم وخطيبها وأمها وحماتها وحماها وأخواته البنات التلاتة. ساعة اللي غرق شفت حد بيغرق قدامك؟ كلهم ماتوا، دول كلهم ماتوا. احكي لنا حاجة حصلت قدامك كده. مفيش موت، شايفة أي حاجة؟ أنا ما كنتش عارفة. مم. مشفتش أي حاجة. طب يعني شفت حد بيصرخ بيصوت عملت ايه؟ كنتش قادرة أصلا. مم. مش قادرة أتحرك في المية. طب صاحب المركب ساعة المركب ما كانت بتغرق قال ايه ولا قال لكم اتصرفوا مش ازاي؟ حاجة، ده ميت. مات قدامكم. المركب اللي كان انت راكباه النهارده كان عليه اي وسائل للانقاذ؟ ما كانش في وسائل للانقاذ خالص؟ مش أي حاجة. محدش فيه كان بيعرف يعوم أصلا. بعد المنظر اللي شفتيه قدامك وشفت الناس بتموت قدامك تخاطب المسؤولين تقول لهم ايه؟ ولا أي حاجة. ازاي؟ أقول لهم منكم لله بس. طب هم ذنبهم ايه؟ ما هما اللي سايبينهم كده. بالظبط فعلا. عند حضرتك حق. مفيش رقابة على حاجة زي كده. لا، قعدت قد ايه في الميه؟